والد آسر وباسل جنديا سابقا، عرف في شبابه بضعف شخصيته وهدوئه المسالم، لكن حياته انقلبت رأسا على عقب عندما قتل شقيقه في هجوم غادر. في تلك اللحظة تحول الانكسار في قلبه إلى نار من الغضب، ألقى محبوب اللوم على نفسه وعاهد روحه على الانتقام. بمفرده ودون عون من أحد شن محبوب هجوما كاسحا على قاعدة العدو، محولا إياها إلى ركام ودمار، كما يرتدي قناعه الحديدي ويحمل فأسه وسلاسل انتقامه وسط ساحة المعركة. ورغم القسوة التي يواجه بها أعداءه خلف ذلك القناع المخيف، إلا أنه يظل مع ابنيه آسر وباسل، ذلك الأب الحنون واللطيف، فاصلا تماما بين وحش المعركة وقلب الأب.